ناس كتير بتسالني حتى في العياده ازاي بستخدم الدنتال فلوس او الخيط الطبي. في فيديو كده ده شرح بسيط كده بيوريك الدنتال فلوس بنستخدمها ازاي سريعا. طبعا انت بتلفها على صباعك او ايا كان، ممكن تقطع حته وتمسكها الطرفين كده زي بعض، او تلفها على صباعك بالمنظر ده وبتخش ما بين الاسنان. يعني لو هتخش مثلا بين السنتين اللي فوق، انت بتخش بالخيط الرفيع وتبدا تحمل على طرف السنه اليمين او طرف السنه الثاني من غير ما تلمس اللثه. يعني زي ما هو دخل كده عند السنه اليمين، بدا ياخد الجزء الميزل بتاعه او الجزء الظاهر. اهم حاجه يكون الخيط مريح على سطح السنه، والناحيه الثانيه كذلك بدا برضه نفس الطريقه ينزل بالخيط لتحت، بس نبعد عن طرف اللثه نفسها عشان ما ناثرش على اللثه. هو سحب خيط تاني، ممكن انت ده ترميه وتستخدم جزء جديد وهكذا. بدا يخش مثلا عند السنه اللي بعدها، هي بطريقه مبسطه نفس الشرح كده، يشيل من السطح الجانبي. دي بيسموه الانتر دنتال بروش او الفرشه ما بين الاسنان. دي برضو الى حد ما بيستخدموها في التقويم او بيستخدموها بديل الخيط الطبي، يعني ان هي فرشه رفيعه بتخش بين السنان تسلك اللي بتصعب الفرشه الكبيره انها تشيله، يعني الاكل المحشور. بس ده باختصار، يعني موضوع سهل مش صعب.